السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد وحلقة جديدة. اللي ميعرفنيش أو لسه أول مرة تتفرج عليا، فأنا أحمد داوود، وبعتبر القناة إن مساحتي الشخصية اللي بحب أتكلم فيها براحتي، وبحب أتناول فيها مواضيع عامة عن حياتي شخصيا، أو لو في موضوع حابب أتكلم فيه. حابب أقول في أول الفيديو كل سنة وأنتم طيبين، وكل عيد وأنتم بخير وسعادة وهنا يا رب. تنادى عليكم الأيام كده أنتوا وكل اللي بتحبوهم دايما بالخير. من وأنا صغير وأنا دايما بحلم، دايما بيبقى في أفكار في دماغي، دايما ببص الحاجات وبكون عايز إن أنا بكرة أكون في المكان ده. دايما كده بتجيلي أفكار وأحلام اليقظة، يعني اللي هو ببقى بتخيل مثلا نفسي في مكان تاني، بتخيل نفسي في وضع أنا حابه، بتخيل نفسي في بوزيشن معين مثلا او شغل معين، في متخيل نفسي في مكان معين. فحابب بس ابدا كده واقول جمله او اقول حكمه بتقول ان افكار الامس هي نتائج اليوم. يعني اللي انت فكرت فيه امبارح، او اللي انت بتحلم بيه، او اللي انت دايما هتشايف نفسك قدام هتكون فيه، وفكرك بيوصلك ان انت بكره هتكون في المكان ده. او ان انت مثلا دماغك دايما بتفكر اللي هو انا حابب ان انا اكون في المكان ده، ودايما بتفكر وتخطط ازاي هتعمل ده. حرفيا بتلاقي نفسك مثلا النهارده هي نتيجة الافكار دي. على سبيل المثال مثلا خلينا ناخد مثال بسيط في حاجة زي كده. يعني خلينا نعتبر شخص معين مثلا دايما بيشوف نفسه ان هو فاشل، دايما بتجيله افكار كده ان هو فاشل، دايما بتجيله افكار ان هو مش عارف يعمل الحاجة دي، دايما بتجيله افكار ان هو لا هيفضل في الوضع ده طول حياته. بتلاقي بعد مرور سنة او سنتين او يمكن كمان بتلاقي بعد مرور سنة أو سنتين بتلاقي إن هو فعلا الوضع اللي هو فكر فيه هو نفس الوضع اللي حصل له، أو نفس الوضع اللي حصل معاه فعلا. حتى بتلاقي هو بيقول إيه ده، يعني ما أنا كنت عارف ده، أنا كنت عارف إن ده اللي هيحصل. يعني أنت بتلاقي دايما كده نفسك، حتى بتيجي مثلا بتبقى فكرت في حاجة، وتيجي بعد شوية تلاقي إن أنت بتقول أنا كنت عارف إن ده اللي هيحصل، أنا مش قلت لكم ده هيحصل ليه؟ لأن أنت سيستمت دماغك أو اديت هنت لنفسك ان ده اللي هيحصل. فايه اللي بيترتب على كده؟ تصرفاتك وحياتك وعاداتك، وكل حاجة هي بتساعدك انك تمشي في الاتجاه ده. وزي ما في يعني حاجة اسمها قانون الجذب، هي مش موضوعنا قوي، بس ان انت دايما بتجذب كل حاجة، بتجذب كل حاجة ليك بتفكر فيها. إذا كنت بتفكر إن حاجة حلوة هتحصل، فبتلاقي دايما فعلا حاجة، دايما حاجة حلوة بتحصل. لو فكرت إن حاجة وحشة هتحصل، بتلاقي فعلا إن في حاجة وحشة حصلت. في حكمة بتقول تفاءلوا بالخير تجدوه. فمعنى كده يعني إن العكس صحيح، يعني إن إحنا دايما نتفائل بخير هنلاقي خير، هنفكر في خير هنلاقي فعلا هيجيلنا خير. فانا اللي حابب اقوله ان احنا الحاجه اللي احنا حابين نكون فيها بكره، او الوضع اللي احنا اللي احنا حابين نكون فيه بكره، نشوف احنا النهارده بنفكر ازاي، او طريقه تفكيرنا النهارده، او او افكار دايما بتيجي في دماغنا ايه الافكار. لو افكارك دايما بتقول ان انت فاشل، بكره هتلاقي نفسك فاشل. لو افكارك بتقول تفضل دايما فقير ومش معاك فلوس، مش عارف تعمل فلوس، هتلاقي نفسك بكره وبعده فعلا ده اللي حاصل معاك، او ده الوضع اللي انت هتكون فيه. والعكس صحيح تماما، ان انت لو بتفكر دايما بكره هتبقى الدنيا احلى، دايما بكره هتبقى الدنيا ابسط، بكره هتقدر تعمل فلوس، بكره هتعرف او هتشتغل في المكان انت حابب تشتغل فيه ده، هتلاقي الحياة والدنيا حواليك هي بتساعدك انك توصل لده. هتلاقي نفسك بتدور على كورسات هنا في المجال ده علشان بكرة تبقى تشتغل الشغلانة اللي انت حاببها. هتلاقي نفسك بتدور، او بتلاقي نفسك من ان انت ظهر لك فيديو او عملت سيرش عن فيديو ازاي ان انت تعمل الحاجة دي وتبدأ انت تعملها. فهتلاقي ان انت يعني على الاعلان اللي هو كان اورنج في رمضان بيقول لو هتسعى هتلاقي الدنيا بتسعى لك. يعني فيما معنى كان الاعلان كده، انت هتسعى الدنيا كلها هتسعى لك. فمعنى السعي الاولانيه، يعني انا فهمتها كده، معنى السعي الاولاني اللي هو بذل الجهد وان انت تدور وتعمل، هتلاقي الدنيا كلها. او الجمله التانية اللي هي تلاقي الدنيا كلها بتسعى لك، يعني بقى اللي هو انت تروح لك او تجي لك بقى. فهو ده كان معنى الاعلان في وجهه نظري انا. حابب ادي برضو مثال على حياتي انا شخصيا. انا دايما كنت مثلا حابب ان انا يكون عندي شقتي الخاصه. كان دايما مثلا بتخيل نفسي كده ان انا قاعد في شقتي، دايما بتخيل نفسي ان انا مثلا بعمل حاجة في الشقة بتاعتي. فمع الوقت لقيت ان ده بيترجم فعلا، الحمد لله. يمكن انا ما كنتش اعرف ازاي ممكن كان يبقى عندي شقة في الوقت ده، بس الحمد لله لقيت نفسي مرة واحدة كده ربنا كرمنا، او في البيت كله وبجزء مني ان احنا قدرنا، ان احنا فعلا قدرت ان انا اجيب الشقة دي. في شغل مثلا معين كنت دايما بحلم لا ان انا عايز شغل قدام بي سي، قدام كمبيوتر،
شغل كده اروحه في هدوم حلوة، شغل كده يبقى مريح. فقيت الحمد لله ان انا فيما بعد قدرت ان انا اوصل للشغل ده. وحاجات على كده يعني قيس على كده كتير جدا. دايما مثلا كنت بتخيل ان اوضتي يبقى فيها زرع، فالحمد لله لقيت نفسي ان انا مع الوقت اوضتي فعلا وشقتي في اماكن كتير جدا منها محطوط فيها زرع اخضر جوه. يعني انا مش عايز، يعني انا لو فكرت فعلا هلاقي كتير جدا، بس انا كنت دايما بتخيل نفسي ولحد دلوقتي بقعد اعمل مديتيشن كده، التامل، واقعد ان انا اتخيل نفسي مثلا سافرت في دولة معينة، او ان انا مثلا عشت في مكان معين. فبتلاقي فعلا ان انت فيما بعد تقدر توصل بطرق معينة بتوفيق ربنا للحاجة اللي انت حابب توصل لها دي. مش حابب اطول كتير في الفيديو، بس انا كنت حابب بس اقول اللي انا بدأت بيه او اختمه وملخص كده. ان انت اللي بتفكر فيه هو فعلا اللي هيحصل لك. فاذا فكرت في خير وحاجات حلوة فعلا هتلاقي بكرة ده اللي بيحصل لك، والعكس تمام صحيح. فدايما يعني حتى لو ما حصلتش، يعني على سبيل في اسوأ الحالات ان هي ما حصلتش، فعلى الاقل انت ريحت دماغك ان انت عايش حياتك مبسوط، ان انت عايش حياتك متوقع ان الاحسن جاي. بس ده اللي كنت حابب كل اللي اقوله في الفيديو ده. حابب اقول لكم مره تانية كل عيد وانتم بخير، وكل عيد وانتم في سعاده اكتر ونجاح وتوفيق لحياتكم. ودايما كده خلينا نتفائل بالخير، لان فعلا يعني رب الخير ما بيجيش الا بالخير. وحتى الحاجه الوحشه اللي بتحصل فهي بتكون علشان نتعلم منها حاجه، او علشان ربنا يشيل عننا حاجه. يعني في كلتا الحالات كل حاجه بتحصل لنا خير. ودايما يعني انا بحب اخد الامور ببساطه وسلاسه دايما. يعني مش حابب اطول اكتر من كده. من هنا لحد ما اشوفكم فيديو جديد وحلقة جديدة. سلام.